بكم في نشرة جديدة لأهم وأبرز أحداث اليوم، ونتابع فيها: متظاهرو حملة الماجستير يقتحمون بوابة مجلس الوزراء حاملين أكفانهم. ضبط رؤساء مكاتب تموين استولوا على أموال السلع المدعومة. وفاة النائب البرلماني سيد فراج عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة بعد صراع مع المرض. احتجاز حسام حسن ومساعده على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على مصور مديرية أمن الإسماعيلية. إدارة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية تكشف المخططات الإخوانية للتلاعب بصور زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى إسرائيل. مديرية أمن القاهرة تعزز خطة تأمينها للمستشفيات الحكومية بمنظومة كاميرات مراقبة ب16 مليون جنيها كمرحلة أولى. الرئيس السيسي يشهد تخريج الدفعة 153 من معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة تحت اسم الشهيد العريف أسامة سعيد فتح الله. وأخيرا يواجه الزمالك فريق اتحاد الشرطة في الساعة 9:30 من مساء اليوم ضمن دور ال16 من بطولة كأس مصر. دمتم في أمان الله.